ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل كفتة رز بس بشكل جديد خالص. بجد الكفتة دي حلوة قوي، اتمنى تجربوها. بجد لذيذة قوي، طعم حلو. آم، تقديمها حلو، كل حاجة فيها حلوة. انا عجباني جدا، اتمنى تجربوها ان شاء الله هتعجبكم. كفتة هشة من جوه رغم ان احنا حاطين الرز سليم زي ما هو، زي ما انتوا شايفين. كمان ما كشتش، مع شوية بطاطس وصوص كده نازل منها. تعالوا بينا نشوف الطريقة. معايا هنا بطاطس تكون مخرطاها تخينة شوية، نقعها في مية وملح. ومعايا هنا واحدة بصلة، هحتاج كمان بصلاية، 3 وحدات طماطم متقشرين يكون حجمهم حلو كبير، و2 فلفل رومي احمر واخضر، واحد حامي، و2 فص توم كبار، ونص كيلو لحمة مفرومة، وكوباية وربع رز بسمتي بعد ما غسلته نقعته في مية. خرطت البصلاية رفيع، وهاخد بس واحد فص توم جوه الكفتة والتاني مع البطاطس، وهنزل بالرز. ومعايا بهارات ملح وفلفل وكمون، واهم حاجة نص معلقة صغيرة بيكنج باودر علشان الكفتة طبعا ما تكشش معايا. ادعك كويس، وبعد كده انزل باللحمة، وبرضو افضل ادعك لمدة 10 دقايق لغاية لما احس ان الرز دخل جوه اللحمة واللحمة اتسمغت معايا. وميزة هنا الرز البسمتي ان هو مش بيتكسر. لو حابين تحطوا رز مصري عادي، بس البسمتي بيدي ريحة وطعم احلى. بالشكل الحلو ده زي ما انتوا شايفين بقت زي الملبن. هبدأ اصبعها، صوابع تكون حلوة، ممكن كور ممكن صوابع. واحدة بصلة بقى هنقطعها طرنشات. انا مش هرص ولا حاجة، بس انا بوريكم يعني الكمية. ملح وفلفل وكمون، وكمان شوية شطة وفص الثوم هنخرطه، وندعك الكلام ده في بعض بالبهارات. وكمان حطيت شوية كزبرة. وحدتين طماطم هنقطعهم حلقات، وواحدة بس هنقطعها مكعبات. والفلفل كمان الرومي هنقطعه حلقات او طرنشات، وبرضو نحطه كده. وبعد كده همسك بقى الخليط ده بالبطاطس، اقلبهم فيها تقليبة حلوة عشان البطاطس تتحيق وتاخد من حد البهارات. واعدل شكل الصينية كده وارصها، وبعد كده ارص الكفتة. زي ما انتوا شايفين الكفتة الرز مش باين فيها ولا حاجة، بس هتشوفوا دلوقتي منظر حلو قوي. شكلها كان جميل في التقديم وفي الطعم. احنا هنعرف ان هي استوت لما كمان نلاقي الرز طلع لبره. بعد كده هحط رشة جوز الطيب فوق الوش كده، وكمان الفلفل الحامي هحطه فوقه، معلقتين زيت، مكعب مرقة هفركه كويس قوي وبرضو ارشه من فوق الوش، غير الملح اللي احنا حاطينه، بس طبعا نظبط الحد. معايا هنا كوباية ونص مية تكون مغلية، انا معايراهم وضفتهم على حسب ما انتوا بتحبوا كمية الصوص. وهرفعها بقى على عين البوتاجاز استنى تغلي زي ما انتوا شايفين كده. ابدأ اوطي النار اخليها هادية واسيبها تستوي على مهلها. وهنشوف مراحلها مع بعض بعد ما خلاص الرز زي ما انتوا شايفين طلع لبره كده. هي بقت مستوية معانا والرز كمان استوى. معلقتين سمنة نقدحهم ونضيفهم فوق الوش، بتديها طعم حلو قوي. وده شكلها طعمها وريحتها، كل حاجة فيها حلوة قوي، جربوها. كفتة رز سهلة وكمان طعمها ولا احلى، بجد احلى كمان من الكفتة ام صلصة. والفيديو الجاي هعمل لكم برضو كفتة الرز العادية. زي ما انتوا شايفين كان طعمها حلو قوي، ما يتشبعش منها. وعلى فكرة بنقدمها مع رز، وكمان ينفع تتاكل مع عيش عادي، طعمها حلو قوي. والرز البسمتي طعمه تحفة فيها. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، هشة وطرية وجوسي من جوه، والبطاطس شاربة من الصوص اللي نازل منه الكفتة. الاكلة كلها كان طعمها حلو قوي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، والف هنا، وقولولي ايه رأيكم في التعليقات.